لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجا حقا تعبدا ورقا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن العشر الأوائل من ذي الحجة من الأيام المباركة التي يتضاعف بها الأجر، وقد شهد لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها خير أيام الدنيا، وقال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في برنامج مجالس الحج، ويتجدد لقاءنا اليوم مع فضيلة الشيخ محمد أحمد بدوي. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا بكم وبالسادة المشاهدين. حدثنا عن الأعمال التي يستحب للمسلم الاكثار منها في هذه الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي العربي الأمين، وبعد. هذه الأيام التي نحن بصداها أيام جليلات جميلات قد من الله تعالى بها على الأمة المحمدية، وهي من أعظم المنن الذي وهب الله تعالى إياها للأمة المحمدية. فنحن الآن في أعظم أيام الدنيا، وفيها أعظم يوم في الدنيا وهو يوم عرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن عباس، والحديث عند البخاري: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيئا. فلم يرجع من هذا الجهاد العظيم من ذلك شيئا، لا بنفسه ولا بماله، تعني أن العمل وإن كان قليلا في هذه الدنيا فهو عظيم، أو في هذه الأيام فهو عظيم عند الله تعالى. ففي الحديث الذي يرويه ابن عباس، والحديث عند البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل وأحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام ذي الحجة أو أيام العشر من ذي الحجة. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك شيئا. ومثل هذه الأحاديث في أحاديث كثيرة بينها النبي صلى الله عليه وسلم، كحديث ابن عمر وهو عند الإمام أحمد في مسنده، وحديث جابر وهو عند الطبراني والبزار، وأحاديث كثيرة تدل على فضل هذه الأيام، ولا شك أن فيها أفضل أيام الدنيا وهو يوم عرفة. أود أن أنوه إلى أمر خطير، وهي أن هذه المنحة التي وهبها الله تعالى للأمة المحمدية قد يغفل عنها كثير من الناس. فإن لم تكن من الذين سيقتنصون هذه الفرصة وهذه المنحة وهذه الحسنات الكثيرة، فلا تكن من الغافلين التي تغلبهم شهواتهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه ابن أبي الدنيا والطبراني قال: افعلوا الخير دهركم، فإن في أيام دهركم لربكم لنفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. فادعوا الله تعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. هذه الأحاديث الذي يرويها النبي صلى الله عليه وسلم تحثنا كل الحث على فعل الخيرات، كثرة الزكاة، كثرة الصدقات، وأن لا نفعل شيئا يعصي الله تعالى أو يغضب الله تعالى. فإن من لم يقتنص هذه الفرصة كما يضاعف الله تعالى الأجر والثواب، فإن الذي يفعل الذنوب والمعاصي سيضاعف الله تعالى له الإثم في هذه الأيام الفضليات. وتحضرني قصة جميلة عن أحد التابعين، وكان من علماء المسلمين، يسمى أحمد بن مسكين. أحمد بن مسكين هذا كان من علماء المسلمين، وقد أصابه الله تعالى وابتلاه بلية بأن افتقر فقرا شديدا، حتى أنه جمع أمره على أن يبيع داره، لأنه ليس في بيته طعام له ولا لزوجته وطفلها.
فعزم أن يبيع الدار، فذهب إلى صديق له يسمى نصر بن الصياد فقال: إني قد عزمت على بيع داري لأني لا أجد طعمة أطعم بها أهلي. فقال له: تصبر يا أخي واحتسب أمرك عند الله. وأعطاه رقاقتين من خبز بينهما حلوى، فأخذهما، وبينما هو ذاهب إلى داره ليطعم زوجته وطفله إذ رأى امرأة عجوزا تبكي بكاء شديدا حارا ومعها طفل، فقال لها: ما بك يا أمة الله؟ قالت: أنا أرملة وهذا طفلي، ومنذ أيام لم يدخل جوفنا طعام، وتبكي بكاء شديدا. فرق لها قلبه وآثرها على نفسه بل وعلى زوجته وطفلها، وقال: خذي هاتان الرقاقتين، فوالله إن أهل بيتي لأحوج بها، غير أني أوسركما بها على أهل بيتي وعلى زوجتي وطفلي. فأخذ الرقاقتين ففرح ولمعت عين المرأة من الفرح لأنها ستطعم وتطعم طفلها، وضحك الطفل فرحا. ثم ذهب مستندا على جدار يظن أنه خلاص قد انتهى به الأمر وقد ضاع أمره وقد وقف الأمر عند ذلك، فإذا بالله تعالى يرسل إليه: ما أنفقتم من شيء فإن الله سيخلفه. يخلف الله تعالى عليه وبكسرة. يأتيه نصر بن الصياد صديقه فرحا كأنه يطير، قال له: يا ابن مسكين، أتجلس هنا وفي بيتك الخير كله؟ قال: وأي خير؟ قال: وأي خير؟ قال: إنه كان هناك رجل قد استقرض قرضا من أبيك 30 دينارا ورحل عن البصرة ثم عاد إليها الآن بعد 30 سنة، فأتى بالمال وربح هذه 30 سنة. فذهب ابن مسكين فوجد خيرا كثيرا. يقول: فرجعت إلى هذه المرأة وأغنيتها هي وولدها، وتاجرت في المال وكسر المال، ثم أخذتني نفسي. إياك أن تغتر بعملك في هذه الأيام. ثم أخذتني نفسي وظننت أن هذا المال الكثير الذي أتصدق به سينجيني، وأنني مكتوب عند الله تعالى من الصالحين. فأخذته سنة من النوم، فرأى أن القيامة قد قامت، وأن كل واحد من الخلق يأتي وعلى ظهره جميع آثامه مجسمة، كل الآثام مجسمة فوق الظهور، حتى نودي من قبل الله تعالى للحساب أن آتي وأمتثل بين يدي الله تعالى. فوقفت ممتثلا فإذا بميزان حسناتي وسيئاتي، وقد طاشت الكفات فرجحت كفة السيئات، وما زالت كفة الحسنات لم ترجح. فقالوا: انظروا هل له من حسنات؟ فأتوا بحسناتي، فكل حسنة أقلها أكثر من 100 دينار في سبيل الله أنفقها، وإذ بكل نفقة أو صدقة تحتها شهوة خفية، رياء، أحب أن أحمد بها، أرائي بها. كل هذه الأمور كانت تبطل فضل الصدقة هذه، فلم ترجح كفة الحسنات، وظننت أنني هالك. فقالوا: هل بقي له شيء؟ قالوا: لم يبقى له شيء إلا رقاقتين. فأيقنت أني هالك. وماذا تفعل الرقاقتين؟ إن 100 دينار والآلاف التي تصدقت بها لم تنفعني. فوضعت الرقاقتين في كفة الحسنات، فإذا بكفة الحسنات تعلو بعض الشيء، تعلو وتعلو وترجح حتى رجحت كفة الحسنات. فقالوا: ضعوا فرحة المرأة وابتسام الطفل، فرجحت كفة الحسنات. وسمعت صوتا ينادي: لقد نجا، لقد نجا. فلا تحقرن أخي وحبيبي في الله من المعروف شيئا، واعلم أنك وإن تصدقت ولو بشق تمرة مخلصا لله تعالى عبادتك، فإنه سيكون في ميزان حسناتك عند الله كثير. لا تستحقرن أبدا من المعروف شيئا. وسوف يظلنا يوم عظيم مبارك،
والله إنه لأفضل أيام الدنيا وهو يوم عرفة، صيامه يكفر سنة قبله وسنة بعده، فيه من الحسنات ما فيه. هنيئا للحجاج في هذا اليوم الكريم المبارك ما لهم من الحسنات، وهنيئا لكل من فعل فيه من الخيرات، وهنيئا لكم بنبيكم الذي يقول لكم أن هذا اليوم من فعل فيه حسنة تتضاعف له هذه الحسنات، وأن هذا الأمر منحة من الله تعالى لكل الأمة المحمدية. هذا عن عمل صالح وهو الصدقة فيه والإنفاق في سبيل الله تعالى. هناك أعمال كثيرة كذكر الله تعالى، وقد حضت الآيات الكريمات على الإكثار من ذكر الله تعالى والاستغفار لله تعالى في هذه الأيام، والتهليل والتكبير، فإنها أيام تهليل وتكبير. أخيرا أيها الحجاج، هنيئا لكم بزيارة بيت الله الحرام، ونسأل الله العظيم أن يرزق كل مشتاق. أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا. لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا داع، وما دمع بعين قد جرى. لبيك أعلنها بكل تزلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى. هذا الله تعالى ولي التوفيق، وأسأل الله لي ولكم أن نكون من حجاج بيته الحرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وزادكم الله علما. نشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء المثمر، ونتقابل إن شاء الله في حلقات تانية. أعزائي المشاهدين، وكده تكون انتهت حلقتنا النهاردة. نلقاكم في حلقات أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك حجا حقا تعبدا ورقا.